جاهز؟ جاهز ونص. أخ يا جماعة، أخ يا جماعة، أخ يا جماعة. شو أخ يا جماعة؟ ما في مرحبا يا حلوين، كل فيديوهاتنا في مرحبا يا حلوين، هذا ما في فيها مرحبا يا خلص، حلوين. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أحلى عالم بالعالم والله. أنا ودو من الغبي شي بدنا نعمل. شو هذا الدوم الغبي؟ لا، بدي أقول أنا ودو من الغبي شي بدنا نعمل. إيه أنا تحطي فراغ هلا، ما خلينا نبلش هيك الفيديو هلا. غبي أنا وقدومة بدنا نعمل شي غبي. خلص هيك غبي يعني آخر شي ما جنب قدومة أو هيك تركي مساحة. خلص هيك. شو بدنا نعمل؟ هلا ما غبي، نحن اليوم عم نعمل هذا الفيديو نخبركم شي قرار كتير كبير أخذناه بحياتنا. وطبعا بما انه انتم متابعينا وصرتوا مثل اهل النا وبتتابعونا، فلازم يعني من حقكم تعرفوا انه نحن صار بحياتنا وشو لازم نعمل. فنحن ما تبلشي تبكي. ما فيني. لا طولي بالك لو ما في شيء. لا بلا فكروا في شيء صاير. لا ما في شيء صاير، كل شيء حلو. انتم بتعرفوا نحن بنسافر كتير وبنحب السفر وعلى طول بنسافر وبنرجع على بريطانيا وهيك، بس نحن قررنا خلال هاليومين انه نبيع كل اغراضنا ونسلم البيت اللي قلنا. الله يوفقك ما تبكي، بس ما تبكي، ما نحن قررنا هذا الشيء سوا. صح. لا أنا ما بتبكي لأنه في شيء بشع، أنا بس تبكي مشان ما بعرف ليش. هيك النسوانة يعني عادي. طيب بس خليني اوصل لهم فكرة يا جماعة. خلاص يلا. زعلتيني هلا. المهم انه نحن هلا فرح نكمل الحلم اللي بدنا نعمله والشيء اللي نحن عن جد حابين نعمله، انه هو نلف العالم. فهلا حاليا رح نستقر بكل دولة شهر اسبوع ونلف العالم يعني. فما رح يكون عنا بيت إلنا ثابت، فسلمنا بيتنا وبعنا كل أغراضنا. هذا البيت اللي إلنا فيه 3 سنين وشوي. صورنا لكم هون كتير ستوريات وكتير فيديوهات عشنا حياة عن جد حلو. ايه كانت حياة حلوة. جد. بالكورونا هون قضيناها وجامعة إيزابيل وهيك وشغل وكذا. كانت أيام حلوة بس ما في شيء يعني بضل مثل ما هو. وهيك نحن عم ندفع إيجار هون ببريطانيا ونحن اوريدي على طول مسافرين. فلهيك قررنا من اليوم إنه يوم هو آخر يوم لنا بالبيت. بكرة رح نكون بدولة جديدة، وهيك رح نتنقل من دولة لدولة كل فترة، من محل لمحل، وهي الأخبار الجديدة يعني. أنا كتير متحمسة، بعرف شوي يعني شوي تبكي بس يعني دقيقة شوي. اي والله هيك. دقيقة. والله في محارم ونعرف من نغلط. كبينا كل المحارم. ايه يعني شيء عن جد كتير حلو، وأنا كتير متحمسة. بس يعني نحن عنا كتير ذكريات بهاي البيت وكتير ذكريات، وعنا يعني فاميلي هون، وهيك يعني شوي صعب. بس ببلش الحياة هيك شو نحن كنا أحلم فيهم. تماما نحن هذا مخططين له وهذا الشيء بنحبه وهذا بدنا نعمله يعني. بالنهاية عنا أهلنا هون ببريطانيا يعني أكيد رح نضل نروح ونرجع. بس يعني ما رح يكون أكيد يعني بإستونيا أكيد أهلا وهون أهلي ببريطانيا. وهيك نحن بدنا دعمكم اللي على طول تدعمونا فيه. دعمونا بمشوارنا ولنعرف وين نستقر وكذا. فهلا حاليا نحن حياتنا رح تكون بشنات السفر بس. مشردين. ما بعرف وين نحط شغلاتي والله ما بعرف. بس طلع عنا كثير شغلات وكراكيب وهيك قصص. فكان وقت كثير محصور، كثير ضيق كان الوقت. المهم شيء حلو رح نعمله اكيد. بس دائما الواحد التغيير صعب على الانسان يعني. الواحد دائما الانسان كطبعه بحب يكون مستقر، ونحن هيك اخذنا هذا القرار انه نكون غير مستقرين لاجل غير مسمى. واكيد لانه نحن مع بعض رح نكون مبسوطين ونعمل شيء حلو ان شاء الله. وكل وكل محتوانا رح يكون هلا على السفر. رح يكون فيديوهات كتير حلوين جايين من كل دولة، وانتم اكتبوا لنا بالتعليقات اذا في دولة انتم ساكنين فيها تحبوا نشوفها، او دولة مثلا حابين نصور لكم منها وهيك. واذا انتم بتحب العيش بهي الدولة فينا كمان نروح ويعني نشوف كيف الوضع. تمام عن جد يعني. اذا انتم بتقولوا مثلا والله فرضا صربيا حلوة،
ممكن نروح نعيش شهر ونصور لكم اللي بده يعيشون كيف رح يكونوا هيك. شكرا كتير ضليتوا عم تتابعوا لهون. اشتراككم بقناتنا كتير رح يفرق معنا. وطبعا هذا الفيديو بس رح يكون على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، من هيك تعطونا لايك وتعملوا سبسكرايب لقناتنا وتعملوا فولو لنا على الانستغرام اذا ما متابعين على الانستغرام. ونشوفكم والدولة وحياة جديدة ان شاء الله. بس هيك، شكرا كتير. باي. خلاص بالشنطة.